في سنه في السوق تجار مش عاوزينك تعرفه. انا زيك كده بالظبط، كنت فاكر ان المنتج اللي بيمشي في السوق هو المنتج الافضل جوده، ولكن اللي حصل العكس تماما. والحقيقه ان في ناس كتير بتبيع منتجات عاديه جدا على اساس انها افضل كواليتي، بس الفكره هنا مش في البيع، الفكره في التسويق. انا شخصيا شفت منتجات سعرها لا يتعدى ال 20 ريال وبيتباع نفس المنتج بس بشكل تاني بسعر خرافي، ممكن 80 وبيوصل ل 100 ريال كمان. طب ايه الفرق؟ الفرق في ثلاث حاجات. اول حاجه الفرق في الباكج. مثال بسيط، المنتج ده هو نفس المنتج ده. شوف الفرق بين الكرتون ده وبين تغليف ده وبين تغليف ده، هتعرف الفرق كويس. نفس المنتج نفس الاسم بس السعر مختلف تماما. ليه؟ لان اول حاجه طريقه البيع مش واحده، تاني حاجه تغليف المنتج يفرق كتير ده عن ده، فبالتالي تغليف افضل، تسويق اكتر، بيع بطريقه مختلفه، تكسب فيه اكتر. دايما السوق مش عادل، واللي بيكسب مش دايما يكون هو عنده افضل منتج، بل بالعكس ممكن يكون هو عنده افضل ماركتنج وافضل تغليف. لو داخل تجاره جديد لازم تشوف الفيديو ده كويس عشان تعرف الفرق بين المنتجات، وان مش اي منتج شكله حلو يبقى كواليتي عالي. اعمل لايك للفيديو واعمل متابعه على القناه عشان يجي لك كل جديد في التجاره وفي البيزنس.